السلام عليكم الشيرات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. واليوم ان شاء الله جبت لكم الملفي بعجينه الفيلو بثلاث اذواق لسهره رمضان. نتمنى ان شاء الله تتبعوا الفيديو للاخير وتعجبكم الوصفه تاع اليوم، وإلا عجبتكم بارطاجوها مع الأحباب باش تعم الفائدة. هذا فضل البنات وليس أمرا. وبسم الله ونفوتوا في المقادير توانا. الحاجة الأولى اللي عندي 300 غرام تاع الحليب اللي راني حطيتها في الطاوة وحطيتها فوق الغاز تحمى. من جهة أخرى وفي زلافة عندي 3 مغارف كبار تاع السكر، عندي 3 مغارف كبار تاع لا كريم باتيسيغ. الا ما عندكش لا كريم باتيسيغ ديري 3 مغارف كبار تاع المايزينا. خلط المايزينا لا كريم باتيسيغ مع السكر، خلطهم مليح. من بعد ديت شويه تاع الحليب من الطاوه وحطيتها فوق المايزينا والسكر، خلطت مليح حتى وين داك السكر داب وديك المايزينا انحلت. قدبت الخليط اللي في الزلافه خلطته مع الحليب اللي بقى لي في الطاوه كما راكم تشوفوا. قدبت الفوي نخلط مليح حتى وين تشوفي الخليط تاعك ولا لك كريمه ثقيله. نتمنى ان شاء الله الشرح تاعي يكون واضح. البنات هنا الا ما عندكمش لا كريم باتيسيغ ديري المايزينا، قلعي دوك 3 مغارف تاع لا كريم باتيسيغ وديري 3 مغارف كبار تاع المايزينا. نتمنى ان شاء الله الشرح تاعي يكون واضح. هنايا البنات عندي 150 غرام تاع الشوكولا بيضاء، قطعتها مرسوات صغار، فرغتها فوق الكريمه تاعي، خلطتها مليح حتى وين تشوفي الشوكولا تاعك دابت. دروك زدت مغرف صغيره تاع لافاني. كي تذوب لك الشوكولا طفي الغاز. هنايا البنات زدت مغرف صغيره معمره مليح تاع المارغرين، ولا عندك الميزان وزني 50 غرام تاع المارغرين. نخلط مليح حتى وين تذوب لي هذيك المارغرين. دروك هنا البنات نفرغ الخليط تاعي في زلافه، نغطيه بابي فيلم ونخليه على جهه يبرد. هذه الكريمه الاولى اللي غادي نديروها بذوق الليمون. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني. دروك نفوتوا للكريمه الثانيه اللي غادي نديروها بذوق القهوه والشوكولا. عندي 300 غرام تاع الحليب راني حاطتها فوق الغاز تحمى، عندي 3 مغارف كبار تاع السكر احرش، وعندي 3 مغارف كبار تاع المايزينا. نخلط مليح المايزينا مع السكر. من بعد البنات ندي شويه تاع الحليب من الطاوه نفرغه على المايزينا والسكر، نخلط مليح كما راكم تشوفوا حتى وين تشوفي المايزينا تاعك والسكر داب والمايزينا انحلت في وسط الحليب. دروك هنا البنات نخلط شويه ونجيب البنات زوج نسكافي ووحده ماكسويل. كما راكم تشوفوا قد 2 مغارف تاع نسكافي ومغرف تاع ماكسويل. نتمنى ان شاء الله الشرح تاعي يكون واضح. نقدب الفوي البنات نخلط مليح بهذه الطريقه، نخلط غايه حتى وين تشوفي الكريمه تاعك اتقالت. من جهه اخرى راني مقطعه 150 غرام تاع الشوكولا سوداء. تحصلوا على هذه الكريمه البنات. شوفوا عندي هنا 150 غرام تاع الشوكولا سوداء اللي راني مقطعتها قطع صغار. نخلطها مليح. هنا الغاز تاعي راه يشعل البنات. نخلطها مليح حتى وين تشوفي هذيك الشوكولا كاع دابت. زيدي تاني مغرف صغيره تاع المارغرين، خلط مليح حتى وين تذوبلك هذيك المارغرين. دروك هنا بعد ما ذوبت هذيك المارغرين دروك نجيب الخليط تاعي نفرغه البنات في الزلافه تاني، نغطي بابي فيلم ونخلي على جهه يبرد. ودروك نفوتوا للكريمه الثانيه اللي غادي نديروها بذوق الكراميل. قلنا الاولى بذوق الليمون، الزوجه بذوق القهوه والشوكولا، والثالثه البنات بذوق الكراميل. دروك البنات هنا عندي جبت الطاوه راني شعل الغاز، منقصت له، حطيت في الطاوه 3 مغارف كبار تاع السكر. مغرف هنا عندي معمره مليح. من جهه اخرى في الطاوه درت 250 غرام تاع الحليب فوق الغاز تحمى. في الزلافه البنات عندي 3 مغارف كبار تاع المايزينا. هنايا البنات في الكاس عندي 50 غرام تاع الحليب، نحطه فوق المايزينا نخلط مليح. نحل هذيك المايزينا البنات 250 غرام تاع الحليب مع ال 50 غرام صافي عندي 300 غرام تاع الحليب. درت 250 غرام تحمى و50 غرام خليتها بارده خلطت بها المايزينا.
دروك هنايا البنات كي تشوفي السكر تاعك ولا لك كراميل، هنا عندي الحليب حامي شيره طابخ، ما ديريش الحليب بارد فوق الكراميل. دروك حطيت الحليب تاعي فوق الكراميل وقعدت نخلط. هنايا البنات كي تقعدي تخلطي تحسي بالسكر محجر، قعدي غير تخلطي حتى وين تشوفي السكر هذاك المحجر كعداب. وهنا ديما ننصحكم البنات ديما في الكراميل خلطوا بالمغرف تاع اللوح. دروك هنايا البنات بعد ما دوبت كاع هذاك السكر، دروك جبت هذاك 50 غرام تاع الحليب وهذوك 3 مغارف تاع المايزينا اللي خلطتهم مليح، دروك نزيد نفرخهم في الخليط تاعي تاع الحليب والكراميل بهذه الطريقه. كما راكم تشوفوا هنا تاني عندي 150 غرام تاع الشوكولا بيضاء، نخلط مليح الشوكولا تاعي مع الكريمه حتى وين تشوفي ديك الشوكولا كاع دابت. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني. دروك هنايا البنات عندي تاني مغرف صغيره تاع القهوه معمره مليح تاع المارغرين، دروك نقعد نخلط في هذيك المارغرين حتى وين تشوفيها كاع دابت. دروك نجيب زلافه نفرغ الكريمه تاني تاعي، نغطيها بابي فيلم ونحطها على جهه نخليها تبرد. دروك البنات كملنا مع 3 كريمات تاعنا نخلوهم يبردوا. دروك البنات هنا عندي 200 غرام تاع المارغرين. هنايا المارغرين تاعي نخليها تطبخ حتى وين يتبخر كاع هذاك الماء وتولي لي بيغ دو نوازيت. نتمنى ان شاء الله الشرح تاعي يكون واضح. دروك هنايا البنات هذه المارغرين تاعي اللي خليتها تطبخ فوق الغاز حتى وين ولت لي بيغ دو نوازيت، تبخر منها كاع داك الماء اللي فيها. دروك نجيب الورق الفيلو، انا خدمت بالاميره البنات، نحط بابي كويسون كما راكم تشوفوا، نكبر البابي كويسون، نجيب الورق الفيلو تاعي نقعد نحط بالورقه البنات، نقضب هذاك المارغرين ونقضب بانسو، ندهن الورقه تاعي مليح بهذه الطريقه، ندهنها مليح. هذه 200 غرام البنات غادي تكمل لكم كاع الباكي تاع الورق الفيلو، كاع نفوت عليه بهذا المارغرين ندهن كما راكم تشوفوا. هنايا عندي قيس مغرف صغيره تاع القهوه تاع السكر نسوبودريها فوق المارغرين فوق الورقه تاع الفيلو. ونعاود تاني معكم ورقه واحده اخرى ندهنها البنات، ندهنها مليح بالمارغرين كما راكم تشوفوا. قلنا 200 غرام تكمل لك يليق كاع الوراقي تاع البات فيلو. نزيد مغرف صغيره تاع السكر معمره مليح نسوبودريها من فوق البنات. هنا علاه درت السكر ما بين الورقه والورقه فوق المارغرين باش هذاك السكر يذوب يولي لك كراميل والورقه تلصق مع اختها. نتمنى ان شاء الله الشرح تاعي يكون واضح. دروك البنات هذه الورقه التاليه اللي غادي نديرها معكم، دهنت تاني بالمارغرين وجبت ورقه تاع الفيلو كما راكم تشوفوا، ندهنها مليح بالمارغرين. شوفوا البنات شحال بقى لي مارغرين، هنايا 200 غرام تاع المارغرين خدمت لي باكي تاع عجينه الفيلو كما راكم تشوفوا. ما بين الطبقه والطبقه درت المارغرين وسوبودريت مغرف صغيره تاع السكر. هنا من الفوق تاني فوق المارغرين زدت مغرف صغيره تاع السكر كما راكم تشوفوا. دروك البنات نقلح هذوك الحواشي اللي يكونوا زايدين نقلعهم بالخدمه البنات هنا ونقضب نقسمها على 3، نقسمها على 3 طبقات يكونوا متساوين. نتمنى ان شاء الله الشرح تاعي يكون واضح. نقسموها البنات قلنا على 3 كما راكم تشوفوا. الصوره راهي واضحه، قد بمسطره ولا متره ولا الاولى وزنيها كاع شعل فيها ولي تلقيه قسميه على 3. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني. قسمها كما هاك. دروك هنايا خليتها غير برا، ما دخلتها لا الفريجيدير لا والو، راه البرد خليتها برا. كي تشوفيها جمدت رفديها وحطيها في البلا وديريها طيب. دروك هنا البنات كما راكم تشوفوا نرفدها نحطها في البلا تاعي. انا هنايا ما عنديش البلا اللي نحطه من الفوق كبير، عندي بلا صغير. هنايا نحط العجينه تاعي، نزيد بابي كويسون ونزيد بلا فوق البابي كويسون البنات وندخلها في الفور الطيب. الا طيبتيها في الفور تاع تريسينتي شعلي لها نار وسط، ولا طيبتيها في الفور تاع الغاز شعلي لها البنات غير تحت، خليها طيب مليح تحمر من تحت
ومن بعد شعلي لها الفوق تتحمر لك من الفوق. دروك نجو للكريمه البنات. دروك خليت عجينه الفيلو تاعي طيب، دروك نجو للكريمه. بالنسبه للكريمه، كل كريمه خلطها شويه بالباتر وزدت فيها 3 مغارف كبار تاع لا كريم شانتيي. خلطتها مليح، دربتها مليح وعمرتهم في لابوشادوي كما راكم تشوفوا. بالنسبه للكريمه اللي درتها بذوق الليمون، هنا زدت الكريمه تاعي زدت لها عطر الليمون. نتمنى ان شاء الله الشرح تاعي يكون واضح. هادو الكريمه تاعنا ب3 اذواق البنات، وهذه عجينه الفيلو اللي طيبتها معكم. شوفوا البنات كيف خرجت روعه البنات، وتجي تتقرمش وتجي ما عندي ما نقول لكم. دروك غادي ندير معكم هنايا الذوق الاول اللي درته بذوق الكراميل. نقسم هذيك الكريمه تاعي نقسمها على زوج. النص الاول نديره في الطبقه الاولى، والنص الزاوج نديره في الطبقه الثانيه. كما راكم تشوفوا البنات، نحط الورقه الاولى وندير الكريمه، ومن بعد نزيد الورقه الثانيه البنات وندرك عليها شويه بيدي. من بعد البنات كما راكم تشوفوا نزيد نحط طبقه واحده اخرى تاع الكريمه هذه اللي درتها بذوق الكراميل. من بعد نجيب الطبقه الثالثه ونقلبها البنات، نقلبها نديرها على الجهه التحتانيه، ما نديرهاش على الجهه الفوقانيه كما راكم تشوفوا. شوفوا دروك نزيد ندير ثاني ندير الذوق الثالث اللي درته بذوق الليمون. نجيب هنايا بلا نحطه فوق الطبقه الاولى ونضرب عليه مليح. دروك البنات هذه اللي درتها بذوق الليمون. ندير نفس الطريقه البنات، ندير طبقه تاع كريمه وندير طبقه تاع لاباط فيلو كما راكم تشوفوا، ونزيد البنات طبقه واحده اخرى تاع الكريمه، ونزيد نحط ونسقم بالسباتولا، نسقم من الكريمه تاعي بهذه الطريقه. الصوره راهي واضحه البنات. هنايا نقلب الورقه الطبقه الثالثه نقلبها وندرك عليها تاني بالبلا. درك نجو هنايا بالنسبه للكلاصاج انا درته بالشوكولا. عندي هنايا 50 غرام تاع الشوكولا بيضاء، وعندي 50 غرام تاع الشوكولا سوداء. هنايا درت هكا باش نتحصل على اللون كي شغل كراميل. درك هنايا نحط الشوكولا تاعي ذوبتها وزدت معها 2 مغارف كبار تاع الزيت، والبنات خلطها مليح. هنايا نحط الشوكولا تاعي فوق الطبقه الاخيره وندير زيكزاك كما راكم تشوفوا، ندير خطوط بالشوكولا السوداء، وندير هذاك التزيين تاع الملفاي من الفوق. هنا تاني عندي 100 غرام تاع الشوكولا بيضاء، زدت لها ملون اصفر خاص بالشوكولا، نحطها من الفوق البنات كما راكم تشوفوا. وراني مذوبه تاني شوكولا سوداء، راني حطيتها في لابوش. نسقم البنات كي ندير الشوكولا نضرب البلا نضربه شويه بالشوكولا تسقم لي من الفوق السطح تاعها يتسقم. درت خطوط بالشوكولا السوداء كما راكم تشوفوا، وندير هذا التزيين تاع الملفاي، ندير خط طالع ومن بعد نعاود تاني نطلع ندير في الاتجاه المعاكس. دروك البنات هنا نديرها في الكونجيلاتير مده نص ساعه ونجو دروك باش نقطعوا الملفاي تاعنا. دروك البنات نقلع كاع الحواشي البنات. الكريمه تاع ذوق الليمون خرجت لي ما خرجتليش كيما اللي درتها بالمايزينا. نتوما ديروها بالمايزينا، من الاحسن ديروها بالمايزينا. نتمنى ان شاء الله الشرح تاعي يكون واضح. دروك البنات هنا نقلع كاع الحواشي كما راكم تشوفوا، ولا تقلعي الحواشي تبغي تقطعيها حبات، تبغي تقطعي المورسو تقطعيه على 2 تحصلي على 2 تاع الكاريات كما راكم تشوفوا. انا قلعت كيما هاك الاولى بالخدمي. هنا يلقلك خدمي تاع منشار، تدخلي الاولى في الشوكولا ومن بعد تدخلي في لاباط كما راكم تشوفوا. ندير قد 2 صباع ونقطع الحبه تاعي قد 3 صباع. الشيرات نديرو قد 3 صباع ونقطعوا الحبه، نروح معاه غير بشويه حتى اللي تكملي كاع. دروك هنايا نقطع معاكم تاني تاع الكراميل كما راكم تشوفوا. تاني نقلع الحواشي. هنا من الاحسن يكون عندك خدمي تاع منشار.
دروك هنا نجو نقطعوا الحبات، نديروا 3 صباع ونقطع. ما راكم تشوفوا صدقوني البنات هاد الوصفه تاع الملفاي تجي روعه، تجي بنينه، تجي تتقرمش والقرمشه تاعها تشد مده طويله. تنجمي مام طيبيه وديريه في الكونجيلاتير يشد لك مده طويله يقعد يتقرمش. شوفوا الملفاي تاعنا كيفاه جا روعه البنات. يولمنا في السهره تاعنا توا رمضان، جا بنين لواحد الدرجه ما تصوروهاش. نتمنى ان شاء الله تتبعوا الفيديو للاخير وتعجبكم الوصفه تاع اليوم، ولا عجبتكم الشيرات بارطاجيوها مع الحباب باش تعم الفائده. هذا فضل البنات وليس امرا. ونتمنى ان شاء الله تجربوها هذه الوصفه تاع الملفاي، ولا عجبتكم اعتمدوها ان شاء الله في الشهر الفضيل. تبقوا على خير خواتي وتهلوا في رواحكم. ما تنسونيش في لي جيم في لي كومونتير، ومع السلامه.